السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الفقاقير. فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير، فقاقير لكننا بدون فيزة نطير. سنطير كذلك اليوم في هذه السهرة المباركة. مولود مبروك إن شاء الله، ألف صحة وعافية وبركة للجميع إن شاء الله. صحة شيخ خوتكم وفرمستكم أجمعين. حبيت نهضر اليوم على محمد تمالت ربي يرحمه، توفى الصباح كما تعلمون جميعا. محمد تمالت إعلامي، خريج المدرسة الجزائرية، وزادت الدولة الجزائرية عطاته بورس، عطاته منحة قرا في الإنجليز، وأصبح معروف بنقده للنظام الجزائري من لندن، ودخل الجزائر باش يشوف امه منذ بضعة أشهر، وحكموه ودكوه في الحبس بتهمة إهانة رئيس الجمهورية. وكي دخل للحبس ما قبلهاش ودار إضراب عن الطعام وتوفى الصباح. المضحك في الأمر أن إدارة السجن اللي كان فيه داروا اليوم توضيح، وقالوا باللي صح كانت صحته مش مليحه، وكان الطبيب يزوروا كل يوم وياخذوا لا بريسيون ويشوفوا له الضغط ويعطيوه الدواء. وبعد كي شافوا باللي الحاله تاعو استابيليزات دزولو بسيكولوج الحبس، والطبيب تاع الحبس والمدير تاع الحبس، ولو يقولوا له يا وليدي كل شويه وبرك يكمل بالاضراب. المهم بعد شافوا بلي الامور ولات اخطر مما كانوا يظنون، داوه للسبيطار. في السبيطار لقاوه بلي دار اون اتاك سيريبرال وتوفى صباح ربي يرحمه. المهم في الكومونيكي تاع السجن قالوا باللي لا فامي تاعو كانوا يزوروه، خوه زاروا 6 مرات، وامه ربي يطول في عمرها ويعطيها الصبر ان شاء الله زارته مره، كثر خيرهم. وفي اخر الكومونيكي قالوا اون بريزونت نو كوندوليونس لا فامي دو مسيو تمالت، يعطيكم الصحه حمرتونا وجهنا. في هذا المقام لا يسع كل جزائري، سواء كان يتفق أو يعارض المنهج والأسلوب الذي كان يستعمله محمد تمالت في نقده لمنظومة الحكم في الجزائر ولا للسياسة عامة ولا للمسؤولين، سواء اتفقنا معه ولا كنا غير متفقين. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الإنسان عندما يتكلم يموت؟ هذا هو السؤال. Sommes-nous arrivés à un point où quand tu parles, tu meurs réellement؟ هذه الإشكالية. الشيء الخطير في الأمر هو أن شاب جزائري، إعلامي جزائري، نقد السلطة ولا المسؤولين، سواء كان عنده الحق ولا ما كانش عنده الحق. هل هذا الأمر أكل يدي إلى وفاة مواطن جزائري؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الجوهري. هل عندما يتحدث الشاب الجزائري على المواقع الاجتماعية يدخل الحبس؟ هذا هو السؤال الجوهري. هل وصلنا إلى مرحلة من اللا حق في بلادنا باش تولي الكلمة ممنوعة؟ لأن محمد تمالت ما هزش سلاح، محمد تمالت ما دارش بومبا في قهوة ولا في مقار ولا في ايروبور. محمد تمالت ما قتلش، بس احنا نعرفوا ناس عندهم واحد التيتر، شخصية وطنية، قالوا أمام الملأ، قالوا باللي قتلنا، تلاقينا مع الجنود في الجبل وقتلناهم.
ولاو شخصية وطنية. كاينين الناس كانوا في الجبل ولا زالوا الآن يطلعوا للجبل ويديروا دي ريونيون في الجبل وما دخلوش الحبس. هذا هو السؤال الجوهري. السؤال الجوهري الآخر هو: هل عندما نقول باللي فلان ما يعرفش يغني، هو صح ما يعرفش يغني، هل هذا كذب؟ والله هل هذا افتراء؟ عندما يقول الإنسان باللي هذاك الإنسان أو يمشي على كرسي متحرك، وهو يمشي على كرسي متحرك، والتلفزيون الجزائري يوريه لنا كل يوم يمشي على كرسي متحرك يوميا. هل هذه سبة؟ مش سبة. إذا كانت إهانة فمن باب أولى التلفزة الوطنية يتهين في القاضي الأول في البلاد، لأنها توريه في هذه لا بوزيسيون لا سيتواسيون في هذه الحالة. شفتوا اون مومي واقفة وتجبد في الخيط. هل عندما درت أنا هذا الجاست تاع نجبر في الخيط وشفنا في التلفزة الوطنية الرئيس تاعنا أطال الله في عمره وربي يشفيه إن شاء الله، شفناه يجبد في هذه الجزائر، وقد جرى حفل تدشين بحضور الوزير الأول عبد الملك سلال وعدد من أعضاء. هل أنا وش قمت به الآن إهانة للرئيس؟ إذا كانت إهانة للرئيس في هذه الصورة اللي ورتها لنا التلفزة الجزائرية، معناتها إهانة كذلك للرئيس، معناتها الناس كلها لازم تديهم الحبس. ماذا وش صرانا خوتي؟ ما هو الفرق بيننا وبين هذا النظام إذا سكتنا على شاب جزائري يموت لأنه تكلم؟ ما الفرق بيننا وبين هذا الظلم إذا قبلنا باللي شاب جزائري دار تسويرة في الفيسبوك ودخل الحبس؟ ما هو الفرق بيننا وبين هؤلاء الناس؟ هذا هو السؤال الجوهري. لكن الحمد لله رب سبحانه وتعالى جاب لنا رجال جابوا لنا الاستقلال، ولولاهم كان دوكا ما عندناش 50 سنتيمتر نوقفوا فيها فوق الارض ونتنفسوا. أنا بس هذه المنطقة هذه إن شاء الله تعوض الوقت اللي راح، ولكن باليد بالصح، لا جود إلا بالموجود. يعود تجيب فارغ. نعطيكم كلمة أمل وضحكة في وجهكم وكذا. كي كانت ملايير سايحة خديتوا منها. ما ديناش السيد الولي ما ديناش. انا نهضر. وش سماك الله؟ انا علي. علي. سيدنا علي كرم الله وجهه. والله رديتوا بزاف حوايج. قول لي واش انا؟ دينا والو. ديتوا الاستقلال الساعة. الجزائر كاملة. لا جابوها الشهداء ما جبتوهاش انتم. هما اللي ماتوا وحنا قاعدين نتنعموا. الارض اللي راك قاعده زوج متر 50 سنتيم اللي واقف فوقه استحمد ربي. بس كاين شعوب راهي تحت نير الاستعمار تكافح ومزات ما دارش الاستقلال تاعها. احنا كافحنا. نعم كافحنا على معليش، ولكن الفضل للشهداء اللي توفاوا. احنا شفتوا سي محمد، هم يختارون أشرس الناس وأظلمهم وأوقحهم وأكلبهم على المواطن. شفتوا اسكي لي بيرمي في لا كونستيتيسيون تاعنا باش ننقدوا الناس؟ نعم لي بيرمي. وقالوا لنا باللي في الدستور الجديد اللي صوت عليه البرلمان وقبلناه حنايا بصدر رحب وبأيدي مفتوحة، الإعلامي عنده حصانة ما يدخلش الحبس.
مادة أخرى وتهم مهنتكم وتهم المواطن كذلك، خاصة بضمان حرية الصحافة سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو عبر شبكة الإنترنت أو عبر شبكة الإنترنت أو عبر شبكة الإنترنت أو عبر شبكة الإنترنت. ومع السياق تأكيد شيء موجود في القانون حاليا، وهو منع عقوبة أي خرق أو أي غلطة تجاه القانون في مجال الإعلام بالحبس. La prohibition ou la prescription de la privation de liberté pour toute condamnation liée à l'expression médiatique. هي موجودة في قانون العقوبات أو في قانون الإعلام حاليا، لكن تدستر لكي تضمن في المستقبل أكثر فأكثر. تمنيت أن تكون مداخلتي اليوم أسعد من هذا خالتي، لكن الطريف في القضية أن هؤلاء الناس الذين أشعلوا فتيل الفتنة في البلاد من طرف أو من آخر هم الآن يتنعمون بخيرات البلاد، والمواطن البسيط مسكين هو اللي راهو سير السنتورة وصار فيه الباطل. بعض الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر راح يدخلوا التشريعيات، داروا ريونيون، داروا مؤتمر وهزوا يديهم هكذا وقالوا وي فانسي في بانكو pour un autre mandat. أنتم حماة البلاد، أنتم الذين تمثلون الإسلام المعتدل، الإسلام السياسي في البلاد. ماذا استفاد المواطن الجزائري من جلوسكم على مقاعد البرلمان لعهدة أو عهدتين؟ وش جبتوا؟ خرجتوا القرآن من البور، كونتينر تاع قرآن كان مبلوكي، خرجتوه من البور، كثر خيركم يعطيكم الصحة. جبتوا سكنة العائلة متشردة، يعطيكم الصحة. غطيتوا ترو، غطيتوا ترو في الطريق، كثر خيركم. لكن أين أنتم من المشاكل التي يتخبط فيها المواطن الجزائري، مشاكل حقيقية؟ أين أنتم من هذا؟ أين أنتم عندما ينتفض الطبيب والمعلم ويخرج برا ويدير قزولة؟ لم نراكم البتة، لم نراكم تساندون أمهاتنا هما عايزين تصاور تاع ولادهم ويجوا لابوليس يسبوهم ويضربوهم. هذه التصويرة تاع حسين، واحد شاب بعثت لي أمه هذه التصويرة وكتبت لي من اللور، كتبت رسالة لبنها: Pour ma vie et pour ma mort, je ne t'oublierai jamais mon enfant. Depuis 93 et je cours encore jusqu'au jour où je quitte cette terre. Hélas mon fils, j'ai tant marché et je marche encore jusqu'au jour que je te rejoindrai au paradis, Inch'Allah. Ta maman qui t'aime, حسين. لا أعرفه وأنتم كذلك لا تعرفونه ولا تريدون معرفته. تعرفوش أمه، تعرفوش بيو، تعرفوش كل الداء. ما جعلتوش المآسي تاع هذا المجتمع مآسيكم، لكنكم احترفتم الكذب باسم الدين باش تحشوها لنا مرة أخرى. لكن خلاص الشعب فاقلكم. لا فرق خاوتي بين هؤلاء الذين يجوا يكذبوا علينا ويتبجحون علينا بالحديث والسنة وقندورة ونصف الساق واللحية، وبين هؤلاء الناس الذين أطلقوا الرصاص الحي على الشباب الجزائري في 5 أكتوبر 1988. لا فرق بينهما. تمنيت أن تكون مداخلتي أسعد خالتي، لكن وش تحبوا؟ هذا هو القماش. نعطيكم موعد السمانة الجاية إن شاء الله نديروا فيها حلقة قوية.
إن شاء الله تكونوا في الموعد على قناتي غنيمات. في أمان الله، بقوا على خير. تمنيت أن تكون مداخلتي أسعد خاوتي، لكن هذا هو القماش. المضحك في الأمر هو في نفس الوقت الذي يموت فيه مواطن جزائري، شاب جزائري، إعلامي جزائري، مدون جزائري، حقوقي جزائري في الحبس، ويمكث فيه العديد من الشباب في الحبس، ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. الجماعة الذين المحسوبين على التيار الإسلامي السياسي ديسيداو باش يدخلوا في التشريعيات القادمة، هزوا لهم داروا مؤتمر وقالوا وي بونكو فيها فيو لعهدة أخرى. وأنا الآن من هذا المنبر أطرح سؤالا بسيطا: أنتم الذين تتبجحون علينا بالحديث والسنة، قال الله وقال الرسول، وتجوا القندورة ونصف الساق يقولوا لنا باللي راكم تعرفوا حقنا، تعرفوا سعادتنا خير منا. وش قدمتم لنا في العهدات اللي جلستوا فيها في البرلمان الجزائري؟ nothing. ما شفناكمش عندما انتفض الأستاذ والطبيب ودوا القزولة برا، ما شفناكمش كي خرج الشباب الجزائري ضد العهدة الرابعة ضد القزولة، ما شفناكمش كي عقب قانون الدستور، ما شفناكمش كي عقب البيجي 2017، ما شفناكمش. لكن شفناكم خرجتوا كونتنر فيه القرآن العميان مكتوب بالبراي، يعطيكم الصحة. ساعة ودبروا خدمة للجون مانيفيك، يعطيكم الصحة. ساعة تجيبوا بارتما فاميليا ما عندهاش، يعطيكم الصحة. ولا سمان كي سويت تروحوا تسلموا على رئيس الحكومة يقولوا كثر خيرك، حمرت لنا وجوهنا وإحنا حمرنا لهم وجوههم. وبين هذا وذاك اللعبة مختومة. هؤلاء الناس الذين كانوا يقولون منذ أيام معدودات لازم كل الأحزاب في الجزائر تمزق الاعتماد، اليوم يقولون لنا رانا داخلين التشريعيات. شفتوا خالتي؟ وأنا أقولها لكم من هذا المنبر: لا فرق بين هؤلاء الناس، لا فرق بينهم وبين هؤلاء الذين رموا بالرصاص الحي الشباب الجزائري 5 أكتوبر 88. لا فرق بينهما. تمنيت أن تكون مداخلتي أسعد خاوتي وإحنا نحتفل بالمولد، لكن هذا هو القماش. للحديث بقية، قريب نجطل عليكم إن شاء الله في كل العواصم. نتلاقوا بعد أيام قليلة في برنامج جديد على قناة يوتيوب غنيماتي. تكتب كليكيو وانسكريبيو في القناة تاعي باش تتبعوا الجديد. قناتي الرسمية غاني مهدي وصفحتي الرسمية غاني مهدي، ولا أملك صفحة ولا مواقع أخرى. بارك الله فيكم، سعدت بلقائكم، تهلاو في بعضكم، في أمان الله، على خير.